منزلتك عندنا، ولكنك سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وفرقت جماعاتنا، فما جئت به في قومك أمر عظيم. يا محمد أعرض عليك عروض، فإن قبلت منها شيئا فهذا شأن. فقال تكلم يا عم. فقال عتبة إن كنت يا محمد ما فعلته هذا أو ما قلته لنا تريد به مالا، عايز مال، جمعنا لك الأموال حتى جعلناك أغنياء. يا محمد إن كان ما يأتيك تريد به شرفا سودناك علينا، ادناك المقام، أنت سيد مكة حتى لا نقطع أمرا دونك. يا محمد إن كان ما يأتيك هذا تريد به ملكا ملكناك علينا، كنت أنت ملك مكة. يا محمد إن كان هذا الذي يأتيك هو رؤيا من الشيطان، جمعنا لك الأطباء وداويناك وعالجناك. بص بقى وصلي على الحبيب كده وشوف رد النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ولا جادل ولا قاعد يقول له انت قلت ايه، ولا انا مش عايز مال ولا سلطه ولا الكلام ده خالص. قال افرجت؟ قال نعم. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. شوف الوصف أمامهم، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. الآيات طويلة مش هينفع نذكرها كلها لأنها 4 قطع إلا. قرأ النبي حتى وصل إلى السجدة. في سياق الآيات يقول المؤرخون في طبعا في الصفحة الثانية فأما عاد فاستكبروا في الأرض غير الحق، بعدها وأما ثمود فهديناهم. وهو بيقول الآيات دي فعتبة عنده قصص السابقين ويعرف هلكهم، فيقول يمسك في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أناشدك الله هو الرحم. كفى خايف الهلاك والعذاب ينزل عليهم، كفى يا محمد ناشدتك الله هو الرحم. فظل النبي يقرأ حتى وصل آية السجدة في الصفحة 4. سجد النبي بسجدة التلاوة ثم قال أسمعت؟ قال نعم. قال هذا معي. ولا أحد يجادله ولا يقول له. هو الراجل بس مجرد ما سمع آيات العذاب والوصف منطبق عليه خاف العذاب ينزل عليهم، والنبي لو دعا عليهم مرة واحدة لسقط عليه بالعذاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما ويريد أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. عتبة بن أبي ربيعة كان رايح للنبي متكبر فارد وجهه وبيتكلم بطلاقة، فعاد عتبة إلى القوم منكسر ووجهه مطأطأ ورأسه مطأطأ وليس بالوجه الذي زعم. فقال أبو جهل وقال الجماعة واللات والعزى لقد ذهب بوجه وأتى بوجه آخر، ما عندك يا عتبة؟ قال يا معشر قريش إني قد سمعت كلاما لم أسمعه من قبل، لا هو بسحر ولا بكهانة ولا بجنون، وإنما أتى به محمد لأمر عظيم. يا معشر قريش اسمعوا مني، خلوا بينه وبين ما يريد، اتركوه وما يريد. وده كلام كان ذكي جدا من عتبة بن أبي ربيعة. لكن الصاحب لما بيفسد الصاحب زي ما ذكرت لكم اللي قال الإمام قصة الوليد أخوه لما نزلت في سورة المدثر، فقال اتركوه. اسمع بقى الذكاء، فإن قتله العرب فقد كفيتم شره بعيدا عنكم. لو هم قتلوه العرب يبقى انتم كفيتوا شره وانتم ما قتلتوهوش، وان انتصر فهو منكم، عزه عزكم وملكه ملككم. ايه المشكله في كده؟ قالوا يا عتبه لقد سحرك محمد. ودي كلمه لقد سحرك محمد. قال هذا ما عندي فاصنعوا ما شئتم.